كما أشار معالي الأخ، تشرفنا بلقاء دولة الرئيس الوزراء، ونقلت له تحيات وتمنيات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، وتطلعنا إلى الالتقاء بدولة الرئيس في دولة الكويت في أقرب فرصة للتباحث حول ما يعني يقوي ويعمق العلاقات بين بلدينا الشقيقين. أود في هذه المناسبة أن أتقدم بالتهاني والتبريكات لأشقائنا في مصر رئيسا وحكومة وشعبا على استكمال الاستحقاق الديمقراطي واكتمال خارطة الطريق، وهذا يؤكد إصرار جلي وعزيمة متينة على مواجهة كافة التحديات والصعاب التي تقف أمام مسيرة التنمية والبناء. نمو وارتقاء أعمال اللجنة المشتركة الكويتية المصرية مثالا يحتذى به في العلاقات بين الأشقاء. تميزت هذه العلاقة بالتفاهم والتنسيق والتعاون المثمر على المستويين الرسمي والشعبي، وذلك انطلاقا من إيمان البلدين بوحدة الصف والمصير المشترك. ودعوني بعجالة يعني أمر على ما يعني أثمر تعاوننا المشترك. بتوقيعنا اليوم على 5 مذكرات واتفاقيات يبلغ عدد ما تم التوقيع عليه منذ 1963 90 اتفاقية بين الكويت ومصر. ارتفاع حجم الاستثمارات الكويتية في كل من القطاعين العام والخاص إلى 15 مليار ونصف دولار أمريكي. عمل ما يقرب من 1020 شركة كويتية في مجال التجارة والاستثمار في جمهورية مصر العربية. إسهام ما يقارب أكثر من 700 ألف مواطن مصري مقيم في دولة الكويت في مختلف القطاعات، وهم يقومون في مساعدتنا في خططنا التنموية في كل المجالات. ساهمت الزيادة المتواصلة في عدد الرحلات الجوية بين البلدين في تعميق روابط التواصل بين الأشقاء، حيث بلغت ما يقارب 70 رحلة أسبوعية بين الكويت وجمهورية مصر العربية. في الختام أجدد الشكر والتقدير إلى معالي الأخ العزيز سامح شكري، ونتطلع إلى استكمال عملنا في الدورة القادمة إن شاء الله في دولة الكويت، وشكرا لكم. فرصة لبعض الأسئلة. أستاذ سامي تفضل يا فندم. سامي حجازي، الإذاعة المصرية. طبعا أعبر عن شكري لمعالي الوزير سامح شكري ومعالي وزير خارجية الكويت على استمرار وديمومة أعمال اللجنة المشتركة، ولكن سؤالي: هل هناك آلية تضمن يعني تنفيذ كل الاتفاقات التي تم التوقيع عليها اليوم؟ بالتأكيد هذه الآلية متوفرة من خلال عمل القطاعات الفنية التي معنية بهذه الاتفاقيات بأن تقوم بمتابعتها ومتابعة مراحل تنفيذها وتفعيلها بشكل كامل، وهذا يتم أيضا مراجعته ومتابعته من خلال أعمال اللجنة المشتركة ذاتها من دورة إلى أخرى. فهناك الإطار المؤسسي القائم فيما بين التواصل المستمر بين القطاعات الفنية في الوزارات في كل من البلدين، وأيضا المتابعة على المستوى السياسي من وزارتي الخارجية ومن سفارتي جمهورية مصر العربية وسفارة دولة الكويت في كل من البلدين، وأيضا على مستوى متابعتي ومتابعة معالي الوزير لمراحل التنفيذ المختلفة لهذه الاتفاقيات. أستاذ سمير عمر، سكاي نيوز عربية.
مساء الخير. بالتأكيد توقيع اتفاقيات جديدة بين القاهرة والكويت تصب في خانة تفعيل العمل العربي المشترك اللي بالتأكيد بيواجه تحديات مركبة. سؤال مشترك لمعالي الوزير سامح شكري وسمو الشيخ فيما يتعلق بالتدخل المتوقع البري في تركيا والحديث في سوريا والحديث بشأنه وتطورات العمليات في اليمن. هل مصر والكويت ستكون ضمن هذا التصور الداعي إلى تدخل بري في سوريا كما أشارت من قبل السعودية ومن بعدها الإمارات؟ وهل في تصور أيضا مشترك فيما يتعلق بتطور العمليات في اليمن أم لا؟ شكرا جزيلا. وفي الحقيقة جميعنا يأمل على الحل السياسي في سوريا، وللأسف احنا اليوم يعني نودع العام الخامس ونستقبل العام السادس في مأساة أشقائنا في سوريا، والأرقام مهولة ومدمية للقلب. حجم الدمار البشري وحجم ضياع مستقبل لأجيال في التعليم والرعاية الصحية والأمور النفسية، هذا في غاية القلق بالنسبة لنا. نحن نعمل جاهدين يعني الكويت مع مصر لتدعيم الحل السياسي، وأنا سعيد بمشاركة معالي الأخ سامح شكري في مؤتمر ميونخ الأمني والتوصل مع أصدقاء دعم سوريا إلى وقف الاقتتال والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية، وأنا أعتقد هذه من الأولويات اللي يجب أن نركز عليها في هذه المرحلة. بطبيعة الحال هذا يمتد هذا القلق والألم إلى الوضع في اليمن، ونحن نحث مبعوث الأمين العام إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى مواصلة العمل اللي بدأ في جنيف وتم تأجيله، لأننا نعتقد بأن ليس هناك خيار آخر غير الحل السياسي في اليمن، وبيد اليمنيين أنفسهم لاختيار مستقبلهم. أنا أتفق تماما مع ما تفضل به معالي الوزير إزاء هذا الموضوع ومشاركة مصر منذ إنشاء مجموعة دعم سوريا هو اهتمامنا بالشعب السوري ورفع المعاناة عنه على ضوء الأعداد الضخمة من القتلى والجرحى والتشريد الذي تم تقريبا نصف الشعب السوري حتى الآن. وكانت من الإيجابيات أن يتم التوصل في هذا الإطار الذي يضم الدول الرئيسية والفاعلة وسواء الدولية أو الإقليمية لإطار لوقف الأعمال العنف، وأيضا إدخال المساعدات الإنسانية لرفع المعاناة عن الشعب السوري. المبعوث الأممي أيضا خلف باستئناف المفاوضات فيما بين المعارضة الوطنية والحكومة السورية من أجل إنشاء الحكومة الانتقالية وما يوكل إليها من وضع دستور والذهاب إلى انتخابات كلها تعيد الاستقرار إلى سوريا وتؤكد وحدة الأراضي السورية وتعيد سوريا إلى وشعبها إلى محيطها العربي. وبالتالي نحن ندعم هذه الجهود ونعمل على تفعيلها بشكل أمين يراعي مصلحة الشعب السوري في المقام الأول. أستاذ محمد رماح اتفضل. تحرير. أشكر معالي الوزير على يعني سعة صدره. حضرتك تحدثت عن الدعوات للتدخل العسكري في سوريا، طب هناك دعوات أيضا أخرى بالتدخل العسكري في ليبيا، فما هو موقف مصر وموقف الكويت من هذه الدعوات؟ هذا هو السؤال الأول للطرفين. السؤال الثاني، في بعض قضايا تثار على صعيد العلاقات المصرية الكويتية وتترك آثار سلبية، مثلا وزير الداخلية نائب رئيس الوزراء الكويتي ووزير الداخلية قال إن هذه التصرفات تصرفات فردية وإنها تصرفات لا تنم عن توجه الحكومة الكويتية. فهل هذه التصرفات نحن في مصر بننظر إليها كيف معالي الوزير؟ شكرا. بداية فيما يتعلق بالوضع في ليبيا، وبالتأكيد أن الوضع بيزداد خطورة كل مدى في إطار
انتشار التهديدات الإرهابية، ولكن نسعى جاهدا نحو أيضا تحقيق الاستقرار في ليبيا من خلال الاتفاق الذي تم في سخيرات وتفعيله من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية، والحكومة التي سوف تطرح على مجلس النواب الليبي لترى إذا ما كانت توفي باحتياجات الشعب الليبي لتطلع بمسؤوليتها في توفير الخدمات وإدارة البلاد وتوحيد الأطياف المختلفة السياسية للشعب الليبي لاستعادة الاستقرار وتوجيه القدرات نحو مقاومة الإرهاب وما يحاول أن يفرضه على الشعب الليبي من توجه، وأيضا الاستحواذ على مقدرات الشعب الليبي. أي تدخل في ليبيا لابد أن يكون بإرادة الحكومة الليبية الشرعية وبطلب منها للمعاونة، وهذا قرار ليبي لا يتدخل فيه أحد، ونأمل أن تطلع الحكومة الليبية ويطلع الجيش الليبي الوطني الموحد بمسؤولياته بما يعفي من احتمالات تدخل. والأمور في ليبيا يستطيع الشعب الليبي بما لديه من إمكانيات وقدرات، والتي يستطيع المجتمع الدولي أن يعززها ويزكيها بالاطلاع بمهامه في الحفاظ على استقرار ووحدة الأراضي الليبية والتصدي للتحديات التي تواجهه، ومنها تحدي الإرهاب. ودائما سوف يكون محل دعم من قبل الشركاء دول الجوار لليبيا والمجتمع الدولي لتعزيز هذه القدرات وتقديم الدعم وفقا لرؤية وإرادة الشعب الليبي في المقام الأول. أما فيما يتعلق بالعلاقات المصرية الكويتية فهي علاقات عميقة تاريخية تتعدى أي شوائب فردية، أي مشاكل عارضة يتم احتوائها ويتم التعامل معها في إطار من الأخوة والوثوق التام في أن القيادتين السياسيتين والحكومتين يقدرون تماما أهمية هذه العلاقات لمصلحة الشعبين، وأن العمل المشترك وتعزيز العلاقات والمحبة التي تربط بين الشعبين المصري والكويتي تتجاوز كل مثل هذه الأمور التي نعتبرها عارضة وليست لها أي تأثير على مجمل هذه العلاقات العميقة والمتنامية. بطبيعة الحال العلاقة يعني الكويتية المصرية، أود أن أؤكد لكم بأن ما استمعت إليه من فخامة الرئيس الفتاح السيسي صباح هذا اليوم، وما استمعت إليه من صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يوم أمس عن العلاقة بين الكويت ومصر، تمثل ضمانة وحصانة عن أي رواسب أو عوالق في مسيرة هذه العلاقة. نستمر بعلاقات أقوى إن شاء الله في كل المجالات. فيما يتعلق في ليبيا، أنا أشارك معالي الأخ سامح شكري في تطلعنا إلى أن يتفق الليبيين على مستقبلهم، ويكون لنا دور في مساندة ومساعدة الليبيين في بناء مؤسساتهم. فنحن على تم الاستعداد للعمل مع أخواننا الليبيين متى ما اتفقوا على حكومتهم الوطنية الانتقالية وبدأوا في بناء مؤسسات الدولة، أن نكون معهم نعينهم على كل ما يحتاجون إليه، كما هو مسؤوليتنا تجاه سوريا واليمن. ناخذ سؤال كمان. أستاذة سحر ضياء الدين الوفد. تم الإعلان عن قوى عربية مشتركة وجرت المباحثات
ثم توقف المحادثات حول هذا الموضوع الهام، ولم نسمع عن اجتماعات جديدة. هل هناك تفعيل للقوى العربية المشتركة وسيتم الإعلان عنها قريبا؟ كان في لقاء، تم الإعلان عن لقاء قمة سوداني أثيوبي مصري في قمة شرم الشيخ. هل في جديد في الملف سد النهضة؟ آخر سؤال، الدولتين اللي في التحالف الإسلامي اللي تدخلوا عسكريا في سوريا، هل قراراتهم كانت منفردة؟ بالنسبة للسؤال الأول الخاص بالقوى العربية المشتركة، رغم أنه لم تتم اجتماعات في إطار الجامعة العربية على مستوى اللجان المتخصصة ومجلس الدفاع العربي، ولكن المشاورات مستمرة فيما بين الدول العربية إزاء هذا الموضوع لتكوين رؤية مشتركة والتعامل مع كافة العناصر المرتبطة بهذا الموضوع، وهي في الحقيقة عناصر متعددة وفنية وبها قدر من التعقيد يتطلب أن يتم إنشاء مثل هذه الإطار العمل بشكل فيه كثير من التدقيق والوثوق من أننا نضع بناء محكم وقادر على تلبية احتياجات وتطلعات الدول العربية للحفاظ على أمنها القومي. فهذه المشاورات تجرى، وهناك استمرار في اهتمام بهذا الأمر، وعندما تكتمل هذه المشاورات ويصبح البروتوكول المنشئ للقوة جاهزا سوف يتم الدعوة لعقد اجتماع مجلس الدفاع العربي. بالنسبة لموضوع الاجتماع الثلاثي الذي سوف يعقد على هامش منتدى شرم الشيخ الاقتصادي للاستثمار، فهذا هو تفعيل لما اتفق عليه خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي بالعام الماضي بين الزعماء الثلاث، الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس عمر البشير ورئيس الوزراء ديسيلين، من إقامة لجنة عليا تضم الثلاثة زعماء ليتناولوا الاستراتيجية فيما يتعلق بالعلاقات الثلاثية ومجالات التعاون الثلاثية القائمة بين الثلاثة الدول. ويأتي هذا الاجتماع لتناول المنظور الاستراتيجي للعلاقة فيما بين الثلاثة الدول وقضايا التعاون الاقتصادي والتنسيق السياسي، وهذا إطار أوسع من قضية بعينها، وإنما هو إطار له طبعا لمستواه أهميته في إطلاق المجالات المختلفة من التعاون بين الدول. وفيما يتعلق بالقوى الإسلامية وما أعلن عن اعتزام المملكة العربية السعودية والإمارات، فهذا عمل سيادي تطلع به هذه الدول من منطلق حرصها على تفعيل سياستها، ولكن على حسب فهمي أنه هذا إطار منفرد وليس في إطار ما أعلن عن تشكيل تحالف أو قوة إسلامية لمناهضة الإرهاب. شكرا. شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا، كنا مع هذا المؤتمر الصحفي المشترك لوزيري خارجية مصر والكويت، تناولا فيه أبرز المستجدات إن كان